ريال مدريد، مانشستر يونايتد، تشيلسي وتوتنهام كلهم عملوا ريمونتادا. برشلونه ما زال متشبث بصداره الدوري الاسباني، وارسنال اقوى فريق في العالم. هذا على شنو باش نحكيو في حلقتنا اليوم. اعملوا سبسكرايب، اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات واعملوا لايك. البدايه باقوى فريق في العالم في الوقت الحالي اللي هو ارسنال، اللي عاد لسكه الانتصارات بعد الهزيمه في الجوله الماضيه امام مانشستر يونايتد. ارسنال انتصر بنتيجه 4-0 على ليدز يونايتد، وبالله عليك كيفاش عرفت اللي واحد من الاربع اهداف هذم جاء من ركله ركنيه. الركنية هذه مرفوعة من مادويكي. الركنيات بالنسبة لأرسنال كأنها ضربة جزاء. علاش أرسنال هو أفضل فريق في العالم من وجهة نظري؟ من وجهة نظر العديد. أرسنال خرج بشباك نظيفة في الموسم 12 مرة وسجل 46 هدف. تخيلوا 12 مباراة أرسنال لم يتلقى ولا هدف. هذا يبين قوة الدفاع والهجوم بالنسبة لفريق الجانرز. أرسنال زاد ابتعد بصدر جدول الترتيب بعد تعادل مانشستر سيتي. أعطيوني مباراة السيتي وتوتنهام. السيتي بعد ما تقدم على توتنهام بهدفين عن طريق المتألق ريان شرقي والمنتدب الجديد سيمينيو اللي قدم أداء جيد جدا، ويرجع توتنهام ويسجل هدفين عن طريق مهاجمه دومينيك سولانكي، وهذه أول ريمونتادا في الحلقة متاعنا. الآن أصبح فارق النقاط بين الوصيف مانشستر سيتي والمتصدر أرسنال 6 نقاط مع تبقي 14 جولة نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز. على السيتي أن لا يواصل إهدار النقاط إذا كان يحاول أنه يلحق على أرسنال ويفوز بالدوري ويحقق الدوري، ولكن من رأيي أرسنال هو البطل. وفي الجهة الأخرى من مدينة مانشستر، الجهة الحمراء، وفي واحدة من أمتع مباريات الأسبوع إن لم تكن الأمتع، مباراة مانشستر يونايتد وفولهام. حرفيا مباراة مجنونة، مباراة مهبولة. مانشستر يونايتد قدم نتيجة 2-0، لكن الصدمة أنه الفولهام عاد في النتيجة سجل الهدف الأول وقلص الفرق في الدقيقة 85، وعاد وسجل الهدف التعادل في الدقيقة 90+1 في الوقت بدل الضايع. الناس الكل قالت أنه مانشستر يونايتد تعثر وسلسلة الانتصارات اللي دامت فقط مباراتين انتهت. مايكل كاريك المدرب الجديد يحقق أول تعادل له مع مانشستر يونايتد، لكن الصدمة والمفاجأة أنه مانشستر يونايتد يسجل هدف الفوز في الدقيقة 95، دقيقة 90+5 عن طريق شيسكو بعد مجهود فردي يذكر فيشكر لبرونو فرنانديز اللي بالاستلام نتاعو هرب من المدافع وعمل له عرضيه. ويونايتد يحقق 3 انتصارات متتاليه في الدوري الانجليزي من تقريبا موسم كامل. يونايتد الان صار يحتل المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز، في المراكز المؤهله لدوري ابطال اوروبا في الموسم القادم. وهنا عندي سؤال لكم، هل انه مانشستر يونايتد قادر انه يترشح الموسم القادم لدوري ابطال اوروبا؟ هذا سؤالي لكم، اكتبوا لي في التعليقات هل تتوقعوا مانشستر يونايتد باش يترشح ام لا؟ وبنفس نتيجه المباراه، لكن مش في مدينه مانشستر، في العاصمه لندن، تشيلسي تحديدا اللي كان متاخر بهدفين في الشوط الاول من ويست هام، لكن مدربه في الشوط الثاني عمل تغييرات. مدربه اللي اسمه صعيب ومدربه الجديد بعد اقاله انزو ماريسكا اسمه رينيرس، قام بتغييرات واقحم جواو بيدرو اللي قلب المباراه. جواو بيدرو اللي سجل وصنع هدف الفوز لانزو فرنانديز في الدقيقه تقريبا 92. انزو فرنانديز سجل هدف قاتل في شباك ويست هام، وهذه الريمونتادا الثانيه في الحلقه نتاعنا. تشيلسي كان متاخر بهدفين، قلب بالنتيجه وفاز بنتيجه 3-2 على ويست هام. وفي اخر المباراه صارت دراما ومشاكل وورقه حمراء، وشكون بطل المشاكل؟ ايضا جواو بيدرو هو ادم تراوري، ولكن لقطه طريفه، لقطه مضحكه صارت، شوفوها. This is the end. نطير صفحة الدوري الإنجليزي ونتعداو للدوري الإسباني. الدوري الإسباني المتصدر برشلونة اللي خاض مباراة أمام إلتشي خارج الديار على ملعب إلتشي، وبرشلونة حقق انتصار وفوز مهم بنتيجة 3-1 على إلتشي، فوز مهم جدا للبقاء في الصدارة لأن الفارق هو نقطة واحدة. مباراة لو سجلت فيها كل الفرص لانتهت بنتيجة تاريخية. لامين يامال متألق في آخر 5 مباريات، إما يسجل أو يصنع. وسؤالي هوني لجمهور برشلونة، فريقكم كل مباراة تقريبا يقبل أقل شيء هدف، أقل شيء، حتى أمام فرق وأندية متواضعة أو ضعيفة. ولو واحد فينا عنده شك في قوة هجوم برشلونة وعلى أنه هجوم برشلونة قادر في أنه يسجل في كل مباراة على الأقل 2 أو 3. إلى أين يمكن أن يصل برشلونة بدفاعه هذا في دوري أبطال أوروبا؟ لأنه بالدفاع تقدر تحقق لي، أو مستحيل تحقق دوري أبطال أوروبا. وشفنا شنو صار في الموسم الماضي، انك وصلت سجلت 6 اهداف رايح جاي امام الانتر، ولكن شباكك ودفاعك استقبل 7 اهداف. لولا دفاعك برشلونه كان ممكن يوصل للنهائي وما نعرفوش شنو يصير امام باريس سان جيرمان. الى وصيف الليغا ريال مدريد في مباراه دراماتيكيه ماراثونيه بنهايه مجنونه ومثيره. الريال في مواجهه رايو فايكانو على ملعب سانتياغو برنابيو
رغم الفوز الا انه الريال قدم مباراه سيئه جدا. الريال ما زال يعاني، الريال حرفيا يلعب بدون منظومه، الريال فقط يعتمد على الفرديات وهذه مشكلته من الموسم الماضي. الريال في المباراه قدم الهدف الاول في الشوط الاول عن طريق مهاجم فينيسيوس جونيور، بالطبيعه كان من مجهود فردي، هدف كان خرافي، هدف كان جميل، هدف من تسديده بعد مراوغه من فينيسيوس جونيور. تقدم فيني ما زال، فيني ما زال، فيني في كره والتصويب اولا. لكن في الشوط الثاني في لقطة فضيحة من دفاع ريال مدريد يستقبل هدف التعادل من رايو فايكانو، دفاع الريال كامل حرفيا ضايع. تخيل لو الريال يواجه ارسنال ولا باريس سان جيرمان، شنو باش يعمل بالدفاع هذا؟ الفريق في النهاية تحصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع في الدقيقة الثامنة بعد 90، ومن وجهة نظري ركلة جزاء كانت صحيحة 100%. اللاعب حرفيا شاط ابراهيم دياز. ركلة الجزاء نفذها بنجاح هداف الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا الدول الفرنسي كيليان مبابي، اللي وصل ل 22 هدف في الليغا في 20 مباراة. كيليان بارقام مرعبة هذا الموسم، لحد اللحظة وصل لسجل 37 هدف في جميع المسابقات. فهل كيليان مبابي هو افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي؟ للاسف بالنسبة لجمهور الريال انه جود بلينغهام خرج من الملعب مصاب في الشوط الاول بعد اصابة عضلية. الدوري الانجليزي اكد غيابه لمدة شهر عن صفوف ريال مدريد. فما لقطة صارت في المباراة، لقطة مثيرة للجدل. اللقطة هذه انه تعارك ابراهيم دياز مع زميله في المنتخب المغربي اكوماش، هل عندها علاقة باللي صار في نهائي كأس افريقيا؟ الله اعلم. الملخص انه ممكن اللحظة اللي تسجل فيها هدف ريال مدريد في الوقت بدل الضائع واللي تسبب في فوز ريال مدريد قد تكون هي اللحظة اللي باش تكون نقطة تحول موسم ريال مدريد، ومن بعدها تكون انطلاقة الريال الحقيقية. أقول قد، يعني مش متأكد. وهون نكون وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى أن الحلقة عجبتكم. إذا كان وصلت لآخر الفيديو أعمل لايك واشتراك وفعل جرس التنبيهات. ملتقانا في الحلقة القادمة، وبإذن الله فما حلقات نار جايين في موسم فيه كأس العالم. يلا سلام.